صح شريبتكم. حلقة الليلة من نجوم في الفخ كان ضحيتها الإعلامي الكبير في البين سبور هشام الخلسي. هشام الخلسي عن طريق عشير عمره عادل بولال استدعاه في برنامج وهمي، وزوز برك مستمعين شكروه برشا هشام لين فرحة ما بعدها فرحة، ومن بعد بدأ القصف العشوائي. ونشوفوا شنو اللي صار في هشام. سامحنا هالشوم. أحباء الرياضة مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم على أمواج راديو كلمة 90.7. سعداء باستقبال الزميل والصديق والإعلامي الكبير هشام الخلسي. أهلا وسهلا بك هشام. بارك الله فيك عادل، شكرا على هذه الاستضافة. نستقبل معنا ضحى من العاصمة. أهلا وسهلا بك ضحى. هشام الخلسي يستمع ليك. عندك سؤال، عندك حاجة تحب تقولها في إطار التفاعل مع حضور اليوم في راديو كلمة؟ إن شاء الله من أحسن إلى أحسن، ونحب نقول إن شاء الله رمضانك مبروك وربي ديما معك إن شاء الله يوفقك. معك هشام، تفضل هشام. بارك الله فيك. لا على كلامك هذا الطيب. ان شاء الله رمضانك انت زاد مبروك. قولوا لي ضغط كبير على التليفونات. عبد الستار معنا. اهلا وسهلا بك عبد الستار. وي مرحبا بك. معك هشام الخلسي. تفضل عبد الستار. كيما قلت نقول يا اخوي هشام تفضل. الدورة هذيك ما يجتمع عليك الوديان. انا عقدت في السابق بتاع الجمهورية التونسية الكل، وزادت غسلت المناول، وزادت برقت اللون الاحمر والاصفر، ونصك خويا ونشجعك ويرحم والديك. بارك الله فيك. تفضل هشام. بارك الله فيك سي عبد الستار، يرحم والديك على الكلام الباهي هذا كل، وان شاء الله ديما نكون في المستوى. من السقم تاع التليفونات اللي قاعد يتساعد. غيث معنا. اهلا وسهلا بك. مرحبا غيث. مرحبا بك يا خويا عادل، ومرحبا ضيفك سي هشام الخلسي. انا توا نسمع فيكم في اذاعه في راديو كلمه. مرحبا. توا كانوا يشكروا فيه اولاد جمعيته معناها اللي يحبوا الترجي. اي اما جوست انا في التدخل نتاعي حبيت نذكره بالديفوات نتاعو معناها سي هشام الخلسي. مرحبا. يا خويا عابد كنا نتبعوا في قناه بين سبور. وقت اي اللي سي هشام الخلسي قال للمحلل الجزيري المعروف محي الدين خلف، قال له اسكت وما تتكلم كان نعطيك لك. وربي حبيت نسأل وانا علاش معناها راجل كبير قدبوه ما احترموش. عيب معناها راجل كبير ولاعب قبل زيري يقول له هكاك. وكان تعطينا بالضبط وقت صعيب ساعه انا نقول محي الدين خلف اسكت ما تكلمش حتى انا نقول لك هذه صحة رقعه كبيره ساعه. اول حاجه قد بابا، اول حاجه ماهوش قد بابا الله يرحمه. دقيقة واحدة. عادتي تكلمت خليني نجاوبك. أول حاجة ما عندكش الحق باش تجبد بابا. قد بابا ولا مش قد بابا هذا مش من مشمولاتك. ثاني حاجة أنا عمري ما قلت لمحي الدين خلف، ومحي الدين خلف لليوم والغدوة تربطني بيه علاقة باهية، عمري ما قلت له اسكت حتى نعطيك الكلمة. يمكن أنت ما سمعتش بالكدا. يعقوبي قلت له اجلس مكاني، اجلس مكاني واحنا في الكوب دافريك. فهمتك. دقيقة تنجاوب. اجلس مكاني. ايش شو اللي مش عاجبك؟ لا شو انت ما عندكش الحق باش تقول لي عيب ولا مش عيب. انت عطيت الملاحظه نتاعك، توا انا نجاوبك، خاطر انت تو تري مال بلاسي باش تقول عيب ولا ماهوش عيب. انت قلت حاجه انا باش نجاوبك توا وكهو. تو نا با ام جوجي. فما حاجه ما عجبتكش احتفظ بها قلتها لي هاو باش نجاوبك. باش نجاوبك واضح. ونجم ما نجاوبكش زاد. إذا كان أنت توصل تحكم عليه وتقول لي عيب ومش عيب وقدبوك وواحد وليت أنت معناتها. وكان ما تجاوبش معناها راك أنت دعوة. بارك الله فيك. دعوة. شنو دعوة؟ مانيش باش نجاوب. وقيد أنا دعوة. أوكي مانيش باش نجاوبك مالا. لازم تحسن اللغة نتاعك لما تتكلم في إذاعة وماكش تتكلم في قهوة. هذا الفرق. بارك الله فيك سيدي. مكالمات هاتفية عديدة ومتعددة. عادل الرزقي. أهلا وسهلا بك عادل. تفضل. ألو، تحية ليك ولضيفك. بعد تحيتي وتحب إن شاء الله يسع صدره لبعض الملاحظات الموضوعية. أريد أن أتساءل بداية أن يقول زميلنا الإعلامي القدير والمحترم يقول المباراة فمن باب التصحيح باعتباره يبدو أنه سيد جمهور التونسي لا نقول المباراة في الأجهزة التونسية هي المباراة الباء، فنقول المباراة. شنو المباراة؟ شنو سامح لي سي عادل. صديقة فينسى اللهجة نتاعو. يا سي عادل. مسائل كثيرة. أنت صحفي كنت حاضر مرة في اجتماع في البرقة كان في ضيافة وزيرة السياحة، فما رعني وأسأل كثير من الزملاء المداخلة اللي كانت في غير محلها لما قال
غوار الترشي قال نحن نحسن اقتناء الساعات ولكن نحسن استعمالها في رسائل سلبيه للغايه اللي بالفعل اضرت بهيبه الدوله. اي نعم، لا بكل محبه وبكل احترام. انا محبه هيبه الدوله، دخلني في الدوله، دخلني في الدوله. الوزيره انذاك اللي كانت نقل ساعه مباراه شو قال هو؟ قال لك مباراه كان مراه مباراه معناها. انت تقول مباراه ما نعرفش عليه. في العربيه نقول مباراه ولا نقول مباراه. المباراه هي المراه البائره. بايرة معناتها حشاك سيدي، يقولوا حشاك هذيك، يقولوا امرأة بايرة. انت تقول المباراة. بارك الله فيك، شكرا على الملاحظة. سنأخذها سيدي بعين الاعتبار. بارك الله فيك. فيما يتعلق باللي صار في تبرقة لا أريد العودة إلى هذا الموضوع، لأن الموضوع أخذ حظه وأكثر من حظه. بارك الله فيك سيدي. الآن تعاني تونس من نتائج السلوك اللي عملته سيادتك آنذاك. أنور القاسمي من محمدية، مرحبا بك. عسلامك يا علي. أهلا وسهلا بك، مرحبا. وبيك يا عيدي. والله نرحب بك والضيف بتاعك. بصراحة عندي شوية مؤاخذات عليه، يا ريت يتواضع ويسمعها مني، خاطر الناس الكل تعرف اللي سي هشام معروف اللي هو عصبانة شوية هكا وما تحرين دور الرياح. نسمعوا أنا يقول أنا اللي نوافق عليه يخدم واللي ما يوافقش عليه ما يخدمش. صراحة كيفاش اللي هو معناها متكرر برشا المدير على كيف يحطوا معناها مدير طنجة، والناس الكل تعرف اللي المناصب هذه ما تتعطاش كان الموازين والمدعيين معناها المسؤولين. يا خويا احنا نفرحوا لك، فهمتني؟ لا اما هذا بصراحة ما يخوفكش معناها تثبت الكاميرا على الماضي، لازم خاطر كيف تشوفوا الحاجة عليه لا يتكلم. ها كيفاش؟ شبيه الحاجة عليه؟ اسمه معناها راجل تعقد مسكين. حاجة بركة نحب نقولها معناها واحد يحط ربي في باله على خاطر كان جات الدنيا دنيا. إذا العودي وقت في الفوق هذاك مطرشف وهو بصراحة الأولى بالمنصب هذاك. واضح. هو ما عندوش كيف يبوه. حبيت نقول له تسليم من الأنفاس والناس يفتوا باللي مجهوده والمزاحم. تعاود خويا خليها تربي وتقول خدمتي وصلتني وكهو وبارك الله فيك. يا اخي هذوما فما حمله ضدي في التليفونات هذوما. شو هي الحكايه هذه؟ انا جيت هنا باش نفدلك وباش نضحك ونرى. اذا فما تليفونات اكثر من النوع هذا باش الناس تسبني وتتكلم فيا كلام هكا، انا نجم نروح تو. معناتها اذا كان ولا فك عليا ما التليفونات هذوما ناس معمرين، هذوما ناس ما نعرفش شكون قاعد يقول لهم في كلام كيما هذا. انا وليت نخدم اللي نحب ونعمل اللي نحب. الوركو في الحوار التونسي حسام حاجه عليك كان في الصبح في الاستديو. يا حسام انت شي الحاله هذه؟ معنا مجدي تراوي تقريبا اكيد التليفون باش يسعد برشا. هشام الخالصي اللي يحب مجدي تراوي ويعتبره من اللاعبين اللي عطاوا الاضافه لكرة القدم التونسيه. مجدي اهلا وسهلا بك. انا حبيت ندخل اليوم اخويا عادل لانه تعرف واحد كيحب واحد راهو مش ديما يقول له الكلام الحلو، ساعات يقول له حاجات اللي راه فيهم اللي ويسمع في الشارع الرياضي كلام بيتقال يعني على هشام الخالصي اللي هو وصل يعني لمستوى انه ولا ما عادش متواضع، ما عادش يعني كبر يعني برشا على العباد وخلى روحه يعني متكبر وخلى روحه اللي حتى اصحابه القدم اللي طلع معاهم في وقت من الاوقات التغذيه الوطنيه كبر عليهم يعني وخلى الشيء هذا الكل خلى شكونهم يا مجدي؟ وقال يعني وفان كونت هو ولدنا وانا علاش شكونهم؟ كان متواضع هذا الكل مشى وما عادش موجود. شكونهم؟ دونك شكون يا سي هشام انا نحبوك. اسمعني شكونهم اللي انا تكبرت عليهم؟ ما نعرفش قص مجدي تراوي كانوا مجدي وعدتوا باش يهزوا البيين وما هزيتوش ولا شنو الحكايه؟ يا وليدي انا نهز حد لا نحط حد لا نجيب مجدي يحكي هكا. انا اقترح وقت اللي كنت مدير قلت اقترح، اما هذا مجدي تراوي تو ما فهمتش كيفاش يحكي في حكايه كيما هذه. يعني صراحه مش في ندافع عليك. شو تكبر معناها نتكبر؟ شو معناها تكبر؟ يعني ما نجيش لتونس برشا. باهي معنا مكي من اللقام، اهلا وسهلا بك. هاتوا والله نسمع في الحوار من بكري تاع سي هشام الخالصي والواحد ما تحصلش الشرف مش قربت له برشا، لكن ما زال هشام الخالصي كما سمعناه وكما عدناه في التلفزيون وفي البلاطوات
اللي ديما يحكي بلغه التعالي وديما ولا هو كذا وشكون مجد راوي وشكون فلان الفلاني وشكون هذا مش باهي راهو. والتعالي نتاعو ظهر خاصه في البرنامج في الحوار التونسي كي قال ما نتفرجش على حد رياضي. تحبني بالسيف نتفرج في حد رياضي؟ سامحني هذا عيب راهو. انت انا عيب نتاعك قالوا عيب يا اخي بالسيف تحبني نتفرج في الحد الرياضي؟ نهار لحد نخدم انا سيدي. وقتاش تحبني نتفرج في الحد الرياضي؟ اما ناس يحكيوا عليك في كلام انا ما نحبوش، انا ما نحبوش فيك. خلي تعرفها الأغنية التونسية خلي يقولوا واش يهم، خلي يقولوا اش يهم اللي يشكر ولا يذم. اللي نجوم في الفخ كل الاستاذ وبين الرزق وبين القلق. انت عمرتهم هذم كلهم العظم تاعي كلهم بما فيهم عدل. دولارناك كله دولارناك. الأغلب دو شكيل. تحية. ما اتوندي جيني تبدا على كاز انا. هكا قداش من سنه ما ريتكش في الاخر جايب لي الويه الورد هذا توا بعد ما شيحت لي ريقي في القايله هاي سيدي ان شاء الله رمضانكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير، ما تنساوش باش تقراو الكتيب هذه خارقه العاده بتاع لطفي بندقه في بندقيات الى مات.